مثلا حنا كناخذوا من كتابه الطب كناخذوا الاوراق باش كنعقلوا السير ديال الحقيقه باش نوصلوا للحقيقه. حنا دابا اللي كنتكرفسوا على ديك الناس مساكن داك الابرياء، حنا كنتكرفسوا عليهم والديهم فهمتيني، كنخليهم مساكن في الحبس قابعين تمايا، حنا اللي كنهزوا الورقات وكنقطعوا المسائل وكنطولوها. الوغ العكس كيقول ذلك انا متضرره، انا بغيت ولدي حقيقه ولدي، انا اللي كنقلب على الملف ما كنصيبش بي، كنقلب على اكس ما كنصيبش ايكغيك، انا اللي كنقلب على شحال من حاجه ما تنصيبهاش. كاينه البدايه كاينه ما كايناش الكماله، كاينه الكماله وما كايناش بدايه، كاين البدايه والكماله وما كاينش الوسط. اذا ماشي انا، اذا هذا راه اتهام في حقي، بما ان يقولوا حنا كناخذوا الملفات او الاوراق من كتاب الطب. هذا في حق ذاته راه زعما انا المني ما تصدمت. الحقيقه غتبان صافي. نعم. اليوم كانت الدفعات الشكليه ديال الطرف الثاني ديال المعتقلين. نعم. وانت تبعتي وكنتي كتكتبيها استاذ. أيه. شنو الملاحظات اللي شفتي في الدفعات الشكليه اليوم؟ هذه الملاحظه الاولى، هذه اللي قلت لكم ديال سميتو، وملاحظه اخرى ديال انا ما فهمتش هذاك السيد الدفاع ديالي مشكور والسيده زينب، ما فهمتش علاش غنجبدوا حنا الوالدين ديال حنا في محاكمه، حنا الناس بعقلنا، حنا امام هيئه موقره، علاش غادي نجبدوا حنا نجبدوا واحد السيد اللي لا علاقه له بالملف؟ اذا شنو هادشي؟ شنو من طابع كنبغيو نعطيو لهذا الملف ديال التهم البناني؟ الوغ كو انا نفسي نعطي مش شحال من طابع. بورتون اتحفظ. نعم. يعني كتكلمي على الدفعات الشكليه. نعم. مش كيتكلموا على واحد الفيديو ديال القناه. نعم. نفس شوف سي يوسف، دائما نفس السيناريو، دائما طعن في قضيه التحقيق، ودائما الولد زعما هما كانوا صغار، ودائما اتهام باطل، ودائما حتى حاجه ما زعما، ولكن داكشي اللي كنبغيو حنا ما كيتقالش. سيدي حياه علي زياد الدفاع ديالك قال بان حنا جاهزين، ماشي حنا اللي تنعطلوا الملف كما الاقاويل اللي تدور في السوشيال ميديا بانكم تبغوا تماطلوا في الملف. علي زياد اليوم خرج بتصريح مع الزملاء قال بان حنا جاهزين، بان الملف جاهز وما غيعقبش على الدفوع الشكليه ديال ما غنعقبوش. حنا اللي تاني الانتباه ديالي هو داك الهيئه الاخرى اللي طلبنا من هذه فاش جهزت الملف، كانت قبل ما تجهزوا حضرت الشهود، يعني طبقت القانون. هذه الهيئه ما فهمتش في الاول كيفاش بغاو يقولوا مجهز بلا ما نحضروا الشهود. لا ما حضروش الشهود وما حضروش المصطلحين، راه ما كان والو. ما كاين زعما حنا الا غادي نتنسوا، ولكن انا كنقول لك كيفاش كان كيتجهز الملف. تيقولوا الملف جاهز، يعني هما غادي يحماقوا فوقاش الملف يجهز وندخلوا للموضوع وندخلوا للمناقشه وحرق شوط والملف هو سالا. لا سيدي، الملف عنده مراحل كثيره مازال كتسناه، والملف مازال بعيد باش الناس ما يبقاوش يقولوا راه غيتسالى دغيا، راه مازال بعيد، لان فيه مازال حنا غنطلبوا شي طلبات ومازال عندنا شي حوايج اللي غادي نديرو.